تحية طيبة لكل متابعين القناة، وحشتونا جدا. قبل أي شيء ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتكتبوا انتوا بتتابعونا من أي مكان. حلقتنا النهاردة عن عمليات التجميل. عمليات التجميل اللي هي أصلا مش تجميل، اللي هي أصلا حولتهم من ملامح بسيطة وجميلة لملامح تحسوا انها شيطانية، تحس انها ملامح تفجع. يعني بجد فعلا رضوى الشربيني في حقيقة الأمر والله العظيم كانت على سجيتها وجمالها. بصوا بقى التغيير المفاجئ ليها. بلاش أصالة. أصالة مليون عملية تجميل. انتي في حقيقتك جميلة وشكلك حلو ومعلمك ربنا وهبك الجمال، وهبك السحر. ايه اللازم يعني في ان انتي تنفخي وتشدي وتشفطي وتصغري؟ يا جماعة انتم فعلا بوظتم شكلكم. وبعدين عمليات التجميل دي ليها اثر وحش جدا، زي الاستاذة هيفا وهبة. ما هي معلش مؤخرا من كتر ما هي عمالة تعمل في تجميل، هتجيب لكم صورة، والصورة دي هتتأكدوا بيها ان للأسف عمليات التجميل دي النتيجة الحتمية بتاعتها. شيطان رجيم واقف من كتر ما شدت ومن كتر ما ابتدت انها آه تعمل عمليات تجميل. يعني عملية التجميل بتكرمك أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، رابع وخامس وسادس وإلخ بقى بتلاقي مش عملية تجميل، بتلاقي تبديل من شيطان، من حد جميل إلى حد شيطان رجيم. هنا كانت لسه بقى يعني ايه، مش عايزة طبعا أفاجئكم بالمنظر ده يعني. لا كومنت، يعني نو كومنت، مفيش تعليق. في حاجة غلط في الموضوع يعني يعني بس أنا يعني حاسه ان الصوره اللي هي فيها وهي صغيره دي كانت صغيره جدا، وكانت بتاعت اللي هي الاعداديه دي، الصور اللي بنطلع كلنا فيها وحشين. مش عارفه. برضو هنا برضو والله كنت جميله الاول وكنت على سجيتك. انا مش عارفه، بتشفطوا الخدود وبتشفطوا المناخير وبتكبروا الشفايف وبتعملوا حاجه في العين. يعني انا شايفه ان الطبيعه حلوه، مش وحشه على فكره. والإنسان يعني مراحل العمر بتديله جمال أكتر. أحلام. يعني دي أكتر حد بجد انتي كنتي لازم تعملي عمليات تجميل. شوفي أنا مش من أنصار عمليات التجميل، لكن انتي بدون التجميل حد بجد فعلا يعني بشع في الصوت، بشع في الأخلاق، بشع في الملامح كمان. ما بحبهاش، مش عارفة، بحس ان انا اهو ده اللي انا بتكلم فيه. الصورة دي مؤخرا انتشرت للأستاذة هيفا وهبي، وده كان النتيجة الحصرية لعمليات التجميل. ادي المنظر. حد كان يتخيل؟ قعدت تشد 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 لما دي بقت النتيجة دي في الآخر. وطبعا كل اللي بيشدوا هيوصلوا لهذه النتيجة الحتمية. ده الطبيعة، يعني ده شيء أساسي. دي هتبقى نهايتها في الآخر. مؤسف جدا. ده درس تاخدوه ان انتوا محدش يلعب في وشه بعمليات التجميل. بنت هاني سلامة، سارة سلامة. انا شايفاكي كنتي الاول جميلة جدا جدا جدا، بيوتي قوي. لما جيتي برضو نفس الطريقة شديتي المناخير. مش عارفة بيعملوا ايه في مناخيرهم وشفايفهم. يعني هو الجمال عند المرأة في المناخير والشفايف؟ مش عارفة. حسن الشافعي. حسن الشافعي، انتوا عارفين الولاد اللي هم بيبقى عندهم تطلعات كده في الاعدادي وليهم اراء، يعني برضو عمل عمليات تجميل. الشكل اعتقد باين وواضح. يعني أصالة والله العظيم كنتي جميلة جدا جدا جدا. كانت ملامحك ملامح أنثوية، ملامح جميلة. مش محتاجة أبدا لعمليات التجميل اللي انتي عملتيها. وصوتك كان يعني هو مازال قوي ومازال جميل، بس يعني انا شايفة ملامحك كانت هتبقى حلوة على طبيعتك دلوقتي. هنا بقى مش هعلق لكم اقول لكم ده مين. بس هم هنا جايبينه يعني ايه مفتحين بشرته كمان قوي. يعني هو في الحقيقة كان بيبقى اسمر عن كده ومشعر اكتر يعني. يعني مش عارفة اقول لكم بصراحة. هناك فارق، يعني شابوه لعملية التجميل.
يوسف شعبان، لا يوسف نفس الطريقة، مصطفى شعبان اسفة. يعني باين قوي انتوا عارفين الشباب اللي هو بتاع الثانوي ده اللي هو بس شايفين الفارق وشايفين المنظر. لا فعلا تغيير 180 درجة. بصوا التجميل، شايفين والله العظيم انتي كبرتي نفسك بعملية التجميل، اديتي سن يعني وملامحك ادت سن اكبر من سنك. الأستاذة المحترمة نجوى إبراهيم، نجوى فؤاد، هنعمل عليها إن شاء الله بإذن الله حلقة كاملة، لأن حصلت كارثة في حياتها. هي كانت ست للأسف، فتكت بحياة شباب كتير ودمرت حياة شباب كتير، مش هتكلم عنه في الحلقة دي. هعمل حلقة إن شاء الله تانية، تابعوني فيها، هتكلم فيها عن نجوى فؤاد. أنغام، والله يا أنغام أنا شايفاكي حلوة على طول، يعني شايفاكي قبل وبعد حلوة. بحبك وبحب ملامحك من وانتي صغيرة، وبحبك برضو من قبل عملية التجميل، لأن صوتك لاغي خالص شكلك. مريم فارس، نفس النكش، نفس الملامح، ولكن برضو نفخنا في البق وضيقنا المناخير ورفعنا الحواجب. نفس النكش ونفس الشعر هو المنكوش. هي بتحب قوي الشعر المنكوش، يعني هي واخداه الشعر الاكرت ده، واخداه ان هو ايه ده يعني ايه، من ملامح الجمال. تطلع كده تدينا الكنيش ده، هو ده قمة الجمال. نانسي عجرم كانت حلوة، بس عملية التجميل ظبطتها في حاجات كتير، بس برضو كانت حلوة، كانتش وحشة. يعني بصراحة هي كانت جميلة الأول، بس يعني حتى احنا هنلاقي ان الفرق واضح جدا، وهي بنفسها اعترفت ان هي عاملة عملية تجميل، قالت يا جماعة انا عملت تجميل. عمرو دياب اللي مش بيكبر ابدا، وتقريبا احنا هنكبر وعيالنا هيكبروا وهنبقى اجداد واحفاد، وهو مش بيكبر. الفلوس عليها عامل، ممكن تكون الفلوس عليها عامل. الفلوس مش بتخلي حد يحط حاجة في دماغه، فبالتالي الحزن واليأس من اكتر حاجة بتكبر في السن. رغبة علمها طول عمره طبعا جميل، مش محتاج لعملية تجميل. ف زي ما هو، يعني اعتقد ان ده الوحيد اللي ما عملش عملية تجميل. هو ممكن يكون صغر مناخيره شوية. لو ان باين ان هو ما عملش عملية تجميل. دي بقى اللي يعني ما بحبهاش خالص، وبحسها ان هي مقفورة في كل حاجة، في التمثيل وفي الشكل وفي حتى في عمليات التجميل بتاعتها. يعني كل حاجة عندها بزيادة، مقفوراها قوي. غادة عبد الرازق، حتى لما حبت تقلد نادية الجندي ما جابتهاش، حتى لما حبت تمثل برضو نفس الطريقة، ما انا شايفة ان هي مش بتقدم حاجة هادفة بصراحة. يعني عريان تطلع عبايات مش عارفة ايه ده اللي بتعمله. لطيفة طبعا كمية ليس لها طائل من عمليات التجميل، ومؤخرا يعني عاملة عمليات تجميل مدياها ان هي عندها بالظبط 28 سنة. يعني والله العظيم اخر كليب ليها كأنها عندها 28 سنة. كارول طبعا بحبها، بحبها جدا جدا جدا. هي خست اكتر من انها عملت تجميل، يعني خسست نفسها اكتر من عمليات التجميل، يعني اشتغلت على انها تخسس جسمها، فده كان بحد ذاته غيرها 360 درجة بدون عملية تجميل. حماقي مش هتصدقوا ان ده وهو صغير. دون جوان الشاشة المصرية حاليا، حماقي ده وهو صغير. يعني مش عارفة اقول لكم، يعني انا مسمياه المسبلاتي، المسبلاتي بتاع الشاشة المصرية. ساموزين. باينة قوي عمليات التجميل. على فكرة انت كنت بتفكرني وانت صغير بالراجل بتاع العيش اللي كنا بنجيب منه العيش البلدي في الفرن.
فباينه قوي عمليه التجميل صراحه، يعني مفيش كلام. نفس الشكل ده كان بيبيع لنا العيش اللي في الفرن. فكويس ان انت عملتها عمليه تجميل. منى زكي برضو للاسف عمليه التجميل عملتها بوظت شكلها والله. يعني هي كانت الاول حلوه وبوظت شكلها بقى بعد كده. ويقولوا ان ده ملامح الجمال. جمال فين مش عارفه. الشكل باين. طبعا سعاد نصر من اكتر حد مات بسبب عملية التجميل. اخر عملية ليها اللي هي عملية تجميل دخلت في غيبوبة تامة، ودي اللي ادت لوفاتها، وماتت بسبب انها حبت انها تعمل عملية تجميل. هي ما كانتش بتتعالج ولا كانت بتعمل حاجة، لا دي كانت داخلة تعمل عملية تجميل وتوفت. وده من النتائج المترتبة على عملية التجميل، اما ان انت شكلك بيتحول وبيختلف تماما 360 درجة للأوحش، اما ان انت بتموت. يعني يا ده يا ده، في تلك الحالتين يعني خسران خسران. احلام انا قلت لكم من البداية، قلت لكم كان لازم تعمل عملية تجميل. يعني من الاول انا قايلة احلام لو ما كانتش هتعمل عملية تجميل كان هيبقى فيه كارثة. كان الشعب كله كان هيطالب بعملية تجميل لأحلام. فكان لازم. وده طبعا ان هي كويس انها يعني عملت تجميل عشان ترحم البشرية. اعتقد الفرق باين. بس نصيحة مني ليك يعني مش عارفة. يعني انا بحس ان صوتك وانتي بتغني انا مش بفهمك. وهنا هي جنب انغام. طب بذمتكم ودينكم مين احلى؟ السؤال ليكم، دي ولا دي؟ يعني مفيش ابدا مقارنة خالص. لان انغام انا شايفاها الطب في كل حاجة. مش انا قلت لكم لازم تعمل عملية تجميل؟ لا يعني سبحان الله. سبحان الله. سو القمر بقى، سو القمر من صغره. وده القمر اللي بجد، القمر اللي بجد. بحبها جدا، عفوية جدا، حد محترم جدا، حد قيادي قادر ان هو يربي بناته، بيقتنع بنعمة ربنا عليه. ست مش متكبرة، قيادية جميلة جدا. وده اللي خلاني احط عليها يعني اركز معاها في الفيديو. بحبك جدا يا نانسي عجرم، حد ودود قوي 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 مع الاطفال. عندها صبر، عندها اهتمام باسرتها وبيتها، وازاي بتحافظ على بيتها وجوزها وبناتها. عطاءة، ده اللي انا بحسه بيها. ما بتغلطش في حد. مريم فارس بعد التجميل، يعني ده كان يعني صورتين كان فيهم تجميل. يعني ده بعد التجميل، التجميل، وده بعد التجميل. يعني عايشة من أجل التجميل. في فيلم اسمه عايشة للحب، فمريم فارس عايشة للتجميل. طبعا إليسا طبعا نفس الطريقة تجميل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ويا ريت انتم تكتبوا تعليقات، عشان انا والله بفرح بتعليقاتكم جدا. قولولي انتم من اي مكان، يا ريت نكتب في التعليقات احنا من كذا، احنا بنتابعك من منطقة كذا. اه انا من محافظة الاسكندرية مصر. اكتبوا لنا انتوا بتتابعونا منين، وما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. يا رب تكون الفيديوهات ليها افادة ليكم. انا واحده من الناس لما بشوف الفيديوهات دي ببقى حابه ان انا اتفرج عليها. ببقى عايزه اعرف مين اللي عمل عمليه تجميل ومين اللي ما عملش. ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجديد اللي هنزله بعد الفيديو ده هخصصه كله لنجوى فؤاد، اللي للاسف ليها قصه مأساويه. هي اللي هي يعني ظلمت بيها شباب كتير جدا جدا. وهقول التفاصيل كلها ان شاء الله باذن الله في الفيديو. فمش عايزه احرق الفيديو دلوقتي، عايزه اخليه بوقته عشان كلكم تنتظروني في الفيديو الجديد عن نجوى فؤاد، وعن الكوارث اللي كانت بتعملها، وعن حقيقتها، وعن قد ايه الست دي ست يعني اذت ناس كتير قوي. وربنا اراد ان هو يعاقبها في الاخر. ما تنسوش تقولوا لنا انتوا بتتابعونا من اي مكان، ورأيكم هيهمني قوي في الفيديو. قولوا الفيديو ما عجبكم، قولوا الفيديو ما عجبكمش.
انا بحب اسمع لكم وبسمع لكل كلامكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.